اسف اني ببدا الحلقه بخبر حزين، لكن هو خروج منتخب الاسطوره شيكو بنزا. ازيكم يا جماعه؟ طبعا ده الديكور الجديد ان شاء الله يعجبكم. دي يا جماعه الكوره اللي بيلعبوا بيها افريقيا السنه دي. المفروض ان هي كنا جبناها بجد، بس يعني نصر ما عندوش ميزانيه، والحمد لله وصلنا 1000 سبسكرايبر يا جماعه بمجهوداتكم طبعا. شكرا ليكم كلكم. فوصلنا 1000 سبسكرايبر. رحت المكتبه طبعت درع اليوتيوب اهو باين الحمد لله، وبمجهوداتكم شكرا ليكم كلكم. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه بدايه السنه الجديده ان شاء الله. كل واحد يا رب يحقق كل اللي بيتمناه. الف حمد وشكر ليك يا رب. منتخبنا وصل لدور ال16، والا ما كانش زماننا بنصور لحد دلوقتي يعني. فربنا يخلي لنا المنتخب عشان نعرف نعمل محتوى. الحقيقه حلقه النهارده هنتكلم فيها عن توقعات ماتشات دور ال16. تاني حاجه يا جماعه، الحمد لله بما اننا وصلنا دور ال16، في واحد اتكلمنا عنه هنا وشككنا فيه اكتر من مره. الحقيقه آن الاوان ان احنا نرد له اعتباره. كابتن ابراهيم سعيد خرج من السجن الحمد لله يا جماعه. ربنا الف مبروك يا هيما، وان شاء الله يعني تلتزم وتدفع نفقه مراتك الفتره الجايه. هنتكلم دلوقتي عن كل ماتش، يعني التوقع سريعا. طبعا التمني والتوقع، لان اول ماتش معانا هو ماتش السنغال والسودان. طبعا انا شخصيا اتمنى السودان كمنتخب عربي، انما التوقع السنغال. طبعا اعتقد السنغال فريق قوي جدا. تاني ماتش معانا هو مالي وتونس. الف مبروك لنصور قرطاج مقدما. ما اعتقدش يعني ان مالي عندها فرصه في الدور ده، وان كانت يعني صعدت من دور المجموعات اعتقد باعجوبه، ولكن هنشوف هتعمل ايه قدام تونس. بعد كده ماتش المغرب وتنزانيا. ان شاء الله باذن الله المغرب تكسب وتعلمهم درس كويس جدا، عشان يعني يبقوا برضو موضوع السد ده ويبنوا السد ويمنعوا عننا الميه. اثيوبيا. المهم يا جماعه خلينا نكمل التوقعات. بعد كده الماتش الرابع جنوب افريقيا والكاميرون، ده اعتقد هيكون اقوى ماتش في الدور ده، ولكن اتوقع الكاميرون. خامس ماتش معانا هو اهم ماتش بالنسبه لنا طبعا، ماتش مصر وبنين. ومن قبل الماتش هو يا كابتن حسام احنا عارفين ان ده مش الجيل الذهبي بتاع بنين يعني. ها اوعى اوعى يا كابتن حسام، احنا بنحبك وان شاء الله يعني. بنين اهم لاعب في تاريخها كان سامسون اكينيولا ضحك نادي الزمالك، لكن بعد كده مفيش حد يعني. فده مش الجيل الذهبي لبنين يا كابتن حسام، افتكر. طيب بعد كده نيجيريا وموزمبيق. نيجيريا جزاء، ما كفايه كده انا مش قادر خلاص. شكرا.